السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بصوا كده، معلش يا جماعة، أنا التصوير بس كده هو السوق. أنا كنت بصور بالتليفون أتاريه كان مقلوب. وبصراحة بعد ما خلصت تصوير لقيت يعني الفيديو طالع كده. فاتفرجوا عليه برضو، هو حلو يعني، هو هتعرفوا يعني هتوصلوا منه للغرض برضو. بصوا كده، انا احمد ابني راح كده صلى الجمعه النهارده، وراح جايب معاه الفطار دوت، وقال لي حضر لنا فطار يا امي في البيت. فوقفت كده، ده قليت بتنجان، قال لي اعمله لنا مخلل في البيت عشان انا بحبه جنب الفطار. كده انا حطيته في الزيت وسبته وبوطي عليه النار. البتنجان عايز تاكله بتنجان مخلل حلو بجد، القشر بتاعه ما ينشفش منكو، ويبقى من جوه طري زي الزبدة. بتحطوا الطاسة على البوتاجاز، يا دوب الزيت يسخن تروحوا موطيين النار خالص زي الشمعة، وتروحوا حاطين بقى البتنجان وسايبينه 5 دقايق، وتروحوا قلبين البتنجان على الاتجاه التاني 5 دقايق، وتروحوا منزلين. مفيش 5 دقايق كمان، يعني اقل من 5 دقايق، بتاع 3 دقايق كده، وتروحوا قلبينه 3 دقايق وتروحوا منزلين. هتلاقيه بقى طري خالص وجميل كده. انا فصصت يجي 4 فصوص توم، حطيت شوية كزبرة ناشفة، وحطيت حبة ملح، حطيت حبة كمون، حبة قد ايه بقى، قد ربع معلقة، معلقة من بتاعة الشاي دي. دي الكزبرة اهي، انا بحط كزبرة كده. انا لسه بقى ايه، عايزة اجيب بطرمانات بصراحة للتوابل والكلام ده، انا جايبة بس مش مكفية. واظبط بقى المطبقية بتاعة التوابل مع بعضينا ان شاء الله. كده بقى انا حطيت، شفتوا بقى حبة الكزبرة اللي انا حطيتهم. اه بقى حطيت كده بقى احط فلفل. هاخدهم بقى، اخد كده قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، هغسلهم، غسلتهم اهو. خرطهم بقى في الهون. انا كده دقيت التوم الاول، فاهمني؟ دقيت التوم الاول عشان لم التوم لو انا حطيت معاه الفلفل بطبيعته فيه زي ميه كده، يعني بدة ميه لما تتدق عليه يعتبر بيتعصر، فبينزل زي ميته كده، يخلي التوم يفلت من تحت الهون ما يتدقش. فاهمني؟ يعني تيجي تدق التوم يفلت كده من تحت اليد بتاع الهون وما يتدقش. فبعد ما بدق التوم بروح حاطه الفلفل. كده قطعت الفلفل بقرن الفلفل الحامي، وقطعت له قرن فلفل رومي. وارجع بقى ايه يعني ادقهم شويه كده، يعني مش بهرسهم قوي، لا عشان يبقى باين في الدقه. مش بدق الفلفل او لا بقى عشان يبقى باين كده في الدقه، بيبقى جميل بصراحه. وارجع بعد ما ادق الفلفل ده كام دقه كده، اخرط عليه ان شاء الله كده، اروح مخرطه عليه يعني قطيتين كده، وما بدقهاش بقى، أنا بخرطها عليه كده. احط بقى ليمونتين، احط ليمونتين عليه واحضر كده، بقى حضرت الدقه بتاعت بس عايزه اقول لكم جربوا البتنجان بالطريقه دي والله. بيودي يعني، بيروح في حته تانية، بيودي لكم الفطار في حته تانية، بيخليكم لو مش هتفطروا تفطروا. وربنا ما يحرم حد من لمة عياله حواليه ابدا ابدا يا رب. ويخلي عيالنا حوالينا على طول، وما يحرمناش منهم، ويوفقهم في حياتهم يا رب بحق جاه النبي يا رب. وكل اللي ما معوش عيال ربنا يديله. وان شاء الله ان شاء الله كل اللي نفسه في عيل ربنا يديله، يعني ما يشوفش الحرمان تاني، ولا يتحرمش تاني. وربنا يوفق يا رب كل واحد يا رب. واللي ما اتجوزش يتجوز ويخلف ان شاء الله. بص كده بقى، بص قطيتين قد ايه اللي انا قطعتهم، بقطعهم بقى كده واقلبهم على بعض. بس انا عايزاكم تجربوا البتنجان كده، طعمه تحفة، طعمه جامد قوي. ممكن تسيبوا الفطار كله وتاكلوا من البتنجان. بصوا كده بقطعها مكعبات صغيرة. احنا كده بنقعد نفطر الفطار ده على فكرة يا جماعة، بعد صلاة الجمعة نقعد طول النهار شبعانين، ما بناكلش.
نقعد طول النهار شبعانين ما ناكلش. خلاص كده لقمة الفطار دي بقى بناكل ولغاية ما نشبع، ويبقى ما شاء الله سد معانا طول النهار. كده انا خلصت الدقة. خلصت دقة البتنجان. رحت كده بغسل ايدي بقى من الفلفل والثوم والحاجات ديت، وجبت الليمون عشان احطه. دول كده ليمونتين. عصرتهم على ما اعمل الدقة. انا حطيت البتنجان على البوتاجاز على ما اعمل الدقة، يكون هو ايه اتقلى وخلق واستوى، واروح منزلاه. بس حرمه في صلصة الثوم، وعملت حطيت التحبيشة ديت اللي هي بتاعت البتنجان والكلام ده كله، يكون البتنجان اتقلى بس. وسخن الفول بس. انا عندي صباعي اللي بعصر بيه، والله الليمون ده تعبني جدا ووجعني من بقاله فترة طويلة. مش بعرف اضغط بيه على اي حاجة ولا اعمل بيه اي حاجة، وساعات اتخبط فيه يفضل تعبني فترة طويلة. اهو البتنجان كده خلاص اتعمل. طلعه. انا قلت النهارده بقى اصور لكم اليوم بتاعنا في البيت، واوريكم يومنا في البيت عامل ازاي. آه يعني ايه تحضير الفطار، ونفطر مع بعض انا والعيال. هي دي حياتي انا والعيال، والحمد لله بسيطة وما فيش احسن من البساطة اصلا. طبعا في ناس بتقعد تقولك لا احنا ما نفطرش فول، الفول بيبقى تقيل، الفول مش عارفة ايه. بس عايزة اقول لكم الفول مسمار البطن زي ما بيقولوا بالعربي كده. والفطار ده والله العظيم بيأكل ويخليكم طول النهار تبقوا شبعانين، لان انتوا بتاكلوا ما شاء الله، بتاكلوا ما تشبعوا. كده دي طعمية نية انا جايباها من عند بتاع الطعمية. احمد بيحبني اعملها له كده، تحط عليها بيضة، واجيب بصلايه صغننه خالص، بصلايه صغننه خالص يعني واخرطها رفيع خالص ناعمه. عايزين تبشروها بشروها. وحبه ملح صغيرين وقلبوهم على بعض وتقلوها. طعمها بيبقى تحفه. طعمها بجد تحفه. عندي عيالي بقى يقولوا لي يبقى منها مقليه في البيت بزيت نضيف، لان برضو مهما كانت بتاع الطعميه بيقلي في الزيت البتنجان والبطاطس والفلفل، ويفضل يشيل ويحط في الزيت طول النهار، فالزيت بيسود مع الغليه على النار، بيسود. فعندي العيال يقولوا لي لا اعمليها لنا في البيت. بصوا كده بقى اقلبها هي والبيضه والملح والبصله، وابتدي بقى اقليها. بس بامانه عايزاكم تجربوا الطعميه كده برضو، الطعميه والبتنجان طعمه بيبقى جميل، طعمها تحفة. هي عندي بتاعة طعمية فيها بصل وكده، بس عايزة اقول لكم لما انتوا تحطوا البصلاية، ضيفوا بس البصلاية دي، جربوا وبضاية وحبة ملح وقلوها. انا مش بسرع لكم الفيديو خالص اهو، مخليها بطيء بطيء خالص. كده دي الطعمية. انا جيت اقلبها لقيتها لسه بيضة، تتحمر من تحت وبعدين اقلبها كده بقى اتحمرت. انا بس ايه عشان ما اطولش عليكم برضو. بصوا طعمها جامد. عايزه اقول لكم اول حاجه خلصت على الفطار كانت الطعميه والبتنجان. كده بقى انا حطيت الطبق ده، احط فيه حته سمنه، واروح ايه حاطه الفول. اسخن بقى الفول. سخن بقى الفول كده. كده احمد جايب لي الفول ده، بص عليه طحينه وعليه زيت حار وبتاع. بس انا ايه يعني برضو حته السمنه بتاعت البيت دي برضو بتغير من طعمه شويه.
ولما يبقى الفول جاي تقيل قوي قوي، يعني انا لاقيه تقيل قوي، يعني ميته ناشفه خالص منه، بص مش عايز يتقلب، حتى تقيل مش عايز يتقلب، فهحط له حبه ميه، حبه ميه بقى يخلوه يفك شويه، ما يبقاش تقيل قوي كده. لان انا نفسي لما باجي اكل ما باكلش الفول الحب، لانه تقيل برضو على القولون، فبعمل ايه؟ باكل الميه. اما احمد وحبيبه وعيشه بياكلوه عادي. حط له ملح بقى، حبه ملح وحبه كمون. ادي الكمون حبه صغيرين يعني. كده حبه ميه برضو صغيرين عشان يخلوا الفول يفكوا من بعضه، حتى اعرف اقلبه يعني. خلاص هو يغلي غلوتين كده وانزله بقى. ها كده خلاص سخن عمال يغلي. كده بقى انا هخلي البتنجان مع بعضينا كده، هحشيله الدقة بتاعته. بس طبق البتنجان ده بص في القلب كده تحفة، نفسي تجربوا الاكلة ديت، بتبقى جامدة. بصوا بقى انا بعد ما اخلي البتنجان ماشي، احمد ابني هيطلب مني بيض هيقول لي لا انا اجيب لك بيض اعملهولي، هيخليني اعمل له بيض بسمنه. هعمل له البيض وهنقعد بقى نفطر. عايزاكم يا جماعه بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك والشير، يعني تدوسولنا لايك وجيبوا لنا مشاهدات، الله يبارك فيكم. ومعلش الفيديو جاي بالمقلوب، والله صورت بالتليفون وطلع مقلوب، بس هو واضح فيه كل حاجة يعني واضح، اللي عايز يتفرج على الفيديو هيشوفه يعني، هيوصل للمعنى. ف فعايزاكم ما تنسوناش بس في اللايك والشير والسبسكرايب وكل حاجة. ربنا يبارك فيكم وربنا ما يحرمني منكم. بالله عليكم يا جماعة وتجيبوا لي ساعات مشاهدة، تدوني ساعات مشاهدة، وربنا يبارك فيكم. واحنا كده هنقعد نفطر مع بعض والصوت بقى ايه، هجيب لكم الصوت انا والعيال واحنا قاعدين بنفطر، فانا مش هسجل بصوتي بقى بعد على الفطار. وربنا يخليكم ليه، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا. والكومنتات، وربنا ما يحرمني منكم على الكومنتات الجميله الجميله اللي انتوا بتكتبوا، يعني بتكتبوها لي وبتبعتوها لي. ومش عارفه مهما شكرتكم ومهما قلت كلام كاني ما قلتش حاجه على اللي انتوا بتكتبوا لي وبتقولوا لي، وبالذات لما بفتح البث. واشوفكم على خير ان شاء الله. حقيقة ده انا ببص بص فين وبتعمل فين. اعملي الحبيبه بقى يا دوكا. اعملي الحبيبه بقى يا دوكا. لا اعملي الحبيبه. لا يلا اعملي الحبيبه. اعملي الحبيبه. ماشي اعملي. لا لا مش لازم كده. اعملي لأحمد، يلا اعملي أحمد.
حاجة حقيقة بيت الله والتعاسل الله أفكار حقيقة حاجة وأنا أعمل حقيقة اوعي تتخبطي طيب. وأعمل لك هعمل لك يا احمد اصبر. حقيقة حبيبي. وأعمل حبيبة نعمل لك البيتزا كده. أنا حبيبة حاجة حقيقة بيت الله والتعاسل الله حسك أتم جليلة حقيقة بتاعت انا انت ليه مليئه قوي كده؟ ايه 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 بص العيال دي يا امي، حلها ده نفسي اروح بصي. ده واد اساسي والله. بس دي فكك منها. رجالي امال في بنات بتعمل عندهم؟ دول رجاله. لا دول بس أجانب. بنت اهي بنت. دي اهي. مش عارف، دي بنت. طيب يبقى ده حريمي ولا رجالي؟ رجالي اساسا وحريمي برضه. بص والله. الشكل عامل ازاي، شايفه؟ بص الشكل عامل ازاي. اديت لاخويا كده ساعة ما تخطب كده، واديت كده لاحسن حلاق وخليه يحلق لك ويعمل لك شعرك بقى استشوار ومكوى وماسك مش عارف ايه وايه وشك وايه شعرك. بص صح؟ يا رب افرح بيك يا رب يا رب. بص ده ولد برضه. ده باين عليه انه راضي. وده رخ. ما هو ده. اما دي بنت. مش واخد بالك. دي بنت. لا هو ده هو ده. يا نهار بس أبيض. بعد ما حلقني. والله. كنت اهو. ده برضه بعد ده. بس شعره قد ايه يا حبيبي؟ أيوة. بصي. هو ده. بس انا عرفت المشكله. بصي شايفه ده؟ هو ده برضه. شايف الشعر؟ هم حلاق هم معروف. الاجانب كده بيبقوا شعرهم بيهتموا بيه الكلام ده. بصي